it like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is do it, no way around it. Before we cruising like... والله لقيتوني يلا شعلت البيسي دابا غادي نجلس قدامه، ولكن قبل قديت الفطور. عندي تقريبا شي 20 دقيقه خصني نسالي فيها الفطور حيت عندي واحد الميتينغ مهم دابا. المشكله ديالو هو انه الميتينغ فيه جوج سوايع، عرفتي راسي غادي تطبخ. المشكل الكبير هو انني ما شاربش قهوه، وانا واحد الانسان خصني كافيين في الصباح، يا اما انرجي درينك يا اما كافي، وهاد الجوج تسالاو لي. هذا هو الفطور عندي هنايا، البيض مع زلامي، توست، الفرماج والعصير. صافي غادي نفطر دابا دغيا ونمشيو للميتينغ ان شاء الله. بغيتي الميتينغ دابا غادي يبدا. Sie sollen ja gar nichts ausarbeiten. Leute, يلا ساليت الميتينغ وعرفتي راسي كنحس بيه. انا علاش كنشوف هنا؟ المهم ديوش ليا كاميرا جديده خصني نورمالمون نشوف هنايا. يلا ساليت الميتينغ، بصراحه راسي كنحس بيه دابا تيضرب. المشكل هو من هنا نص ساعه عندي ميتينغ اخر، دونك يا صعيبه. قررت نخرج، خصني نمشي نتغدى، والترمين غادي نديرو اونلاين في التليفون، ونخرج هنايا الزبل حاشاكم. Ja, hallo Frau. Sie hören mich? Super. Genau richtig. Leute, لقيتوني ساليت الترمين، دابا جيت للمول بغيت ناخد شي لعيبات من هاد المحل هذا. واحد اللعيبه ديال البيكالا باش دارت ليا بياسه. عرفتي هاد المحل هذا كتلقى فيه اي حاجه بغيتيها. المهم جيت لهاد البلاصه ديال البيكالات وخديت هاد اللعيبه هادي ديال باش كتصايب بياسه. كانت في الرويضه، دابا كنقلب على شي شومبرير مي ما لقيتوش. المهم راه اي حاجه كاينه هنايا. والله كيف ما شفتوا يلا دخلت للدار، بصراحه عيان. لقيتوني كنقاد الغدا دابا بما طاب وبما وجدتو. بغيت نوريكم شي حوايج اللي ديجا شريتهم ملي كنت كنفلوغيش. اول حاجه خديتها هي هاد الكاميرا هادي. الا شفتوا دابا الكاليتي راها شويه طلعات، والكاليتي ديال التصوير راها مختلفه على اللي كان. شحال هذيك كنصور بجوبرو. كتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم الكاليتي ديال الفيديو، باش بصراحه باقي ما متعودش عليها. ما عرفتش واش حيتاش باقي ما متعودش عليها ولا حيتاش غبرت 6 شهور من يوتيوب. كاينوا معايا 6 شهور ما بلحت لكم حتى شي فيديو. وهاد التيمه هذه هي اللي غادي نهضروا عليها مورا ما نتغداو. ثاني حاجه خديتها اللي هي ايفون 16 برو ماكس. راه ديجا حليته باش كنخدم به. خديت التليفون هذا باش نركز على الشورت فورم. غادي نولي نبوستي، غادي نحاول المهم غادي نولي نبوستي الشورت فورم في تيك توك وفي انستغرام. داكشي علاش خديت تليفون جديد باش نحسنوا من الكاليتي. وثالث حاجه اللي خديتها واللي ديجا حليتها بصراحه مي باقي ما استعملتهاش، هاد الباليزه هذه. بصراحه باليزه كبيره، ملي كنقولوا باليزه جديده هادشي كيعني
صافره جديده بالنسبه لهاد التيمه هادي. جايين فلوغات، جايين فلوغات ديال السفر، غادي نسافر، ولكن لحد الان باقي ما عرفتش فين غادي نمشي. نورمالمون في هاد الوقيته هادي كنكون ديجا خططت البلان ولا درت التريب ديالي، يعني عارف فين غادي نمشي اتسيتيرا. ولكن هاد المره هادي حتى ملهي بزاف ديال الحوايج اللي مهمين. داكشي علاش غادي نسافر ولكن فين انا براسي باقي ما عارفش. غادي يكونوا بزاف الفلوغات ديال السفر، سو ستاي توند. الفلوغات الجايين ان شاء الله غادي يكونوا شي دوله ما عارفاش انا بصراحه. وكتبوا لي في لي كومونتير فين تبغوني نمشي، فين الدوله اللي تبغوني نزورها. ما عرفتش في لازي ولا شي لعيبه هكايا. المهم شنو الدوله اللي تبغوني نزورها. لايت كما كتشوفوا جيت لهاد البحيره هادي، جيت لهاد البلاصه هادي باش نصور لكم ولا نكمل لكم الفلوق اللي كنت بديتو لكم. بصراحه الجو ولا زواون كما كتشوفوني لابس غير تيشيرت، والجو ولا زواون. وانا نقول علاش غادي نكمل الفلوق في الفيت، اجي نجيبكم لهنايا. ديجا كما كتشوفوا الفيو بصراحه زواون، الناس خارجه، الناس دايرين بيكنيك في هاد البلاصه هادي. المهم جيت ونكمل لكم الفيديو هنايا حيت بغيت نهضر معكم بزاف ديال الحوايج طراو منين كنت غابر عليكم. بلاتي نقاد غير زو دابا مزيان. بزاف ديال الحوايج طراو. علاش كنشوف عاوتاني هنا؟ خصني نشوف هنايا. ام سوري باقي ما تعودتش على الكاميرا. ديجا حتى الريغلاج باقي ما قاديتوش، ما عرفتش واش الكاميرا هكا مزيان، الفلو هو هذاك، الفوكس اتسيتيرا. البلان وما فيه هما كما قلت لكم طراو البلان وما فيه هو كما قلت لكم طراو بزاف ديال البلانات. البيريود هذه اللي كنت غبرت لكم فيها، وغادي نقول لكم حتى الحوايج اللي خلاوني نغبر عليكم. اول حاجه ديديكاس الناس ديال في اي بي كوميونيتي، لايت كوميونيتي حتى هما حيت متبعينينا في يوتيوب. بغيت غير نقول لكم واحد اللعيبه قبل ما نبدا نهضروا. بغيت لايت كوميونيتي ولا في اي بي كوميونيتي يتفرجوا معايا حتى الاخر، حيت بغيت نبارطاجي معكم واحد اللعيبه الا بغيتوا ديروها معايا. المهم تفرجوا حتى الاخر باش تعرفوا. الناس اللي ديجا متبعيني راه عارفين البلان انني في البيريود ديال ما بين شهر 11 12 1 كتكون الوينتا. وبصراحه عرفتي كنصور قدام بنادم جاتني الحشمه. ما شحال هادي ما صورتش، ما شديتش الكاميرا قدام بنادم. متبعيني شحال هادي عارفين البلان ديال انني كنغبر في ديك البيريود، حيتاش انا شخصيا ما كنكونش موتيفي انني نصور لكم شي فيديوهات. داكشي علاش كنحاول نغبر باش تبقى بعزه، ماشي تبقى دير فلوغات نيمبورط كوا. وثاني حاجه اللي هي في ديك البيريود اصلا ما كاين ما يتصور، كيكون البرد فريمون، كيكون البرد ديال بصح. كتكون الخدمه، كتكون القرايه، كيكونوا الامتحانات، ما يمكنش تفوكسي في هادشي كامل وتزيد عليه يوتيوب. راكم عارفين الستريس ديال الغربه وانت بوحدك اتسيتيرا. بصراحه صعيبه شويه. داكشي علاش كنغبر عليكم في ديك البيريود. ما تخافوش، غادي هاد المره اخر مره غادي نغبر فيها بصراحه. غادي نصور لكم كونتنت وغادي نحاول انني ما نغبرش. اوكي هذه نقطه من النقط اللي خلاوني نغبر. ثاني حاجه كنت خدام على واحد البروجي في هاد البيريود هذه اللي كنت غابر فيها. المهم واحد البروجي اونلاين، ما عرفتش واش غادي نلونسيه لكم هنايا ولا لا، حيتاش بروجي ما كان طارغيتيش فيه. المهم بروجي على ما بغيتش نحرق بزاف ديال الحوايج حيتاش باقي ما لونسيتوش. نورمالمون خصني نكون لونسيتو، مي للاسف باقي ما لونسيتوش. باقيين بزاف ديال البوغز كاينين في الويب سايت، وما بغيتش نتسرع ونلونشيه دابا. بغيت حتى يكون داكشي بيرفكت عاد نقد نلوحو. نورمالمون الديدلاين راه كان في هذا البيريود قبل ما يتلاح هذا الفيديو هذا، مي للاسف غادي نضطر انني نعطلو شي شويه. هذا البروجي هذا خدا مني الوقت بزاف صراحه، حيتاش كنت خدام عليه فريمون بوندون شي 4
ولا 5 موا بحال هكاك، المهم ما بين 4 شهور و 6 شهور، ما بقيتش عاقل بالضبط شحال. البيريود كما قلت لكم اللي كنت غابر فيها طراو فيها بزاف ديال الحوايج. اخر فيديو كنت لوحته لكم كنت هي التصافيره ديال ولا العيد ميلاد ديالي في اليو كي. دايوغ بغيت نوجه واحد ديديكاس كون ديديكاس للكوميونيتي ديالي ملي كنت غابر، ما نسيتونيش. الميساجات عرفتي البريفي ديما عامر بلي ميساجات، ونبيل فين غبرتي، نبيل راه توحشناك، رجع اليوتيوب، رجع الكونتنت. شكرا لكم بزاف. وحتى من صاحبي زكريا كنتو كتفرعوا له راسو، كان كيصيفط ليا ميساجات ويصيفط ليا سكرينات، هو كيدير الكونتنت ديالو وانتم كتصيفطوا له فين هو صاحبك، فين هو نبيل، فين هو عشير. عرفتي كنبغيكم والله، لا احسن كوميونيتي. اول حاجه طرات منين كنت غابر في هذا البيريود هذه، واحد الحاجه اللي زوينه بصراحه، اللي هي انهم كانوا جاو عندي الوالدين ديالي، عزو بابا وماما كانوا جاو عندي لالمان. وبصراحه ما صورتش، درنا بزاف، مشينا لهولندا، مشينا درنا في الالمان، مشينا لبلجيكا، مي ما صورت لكم والو حيت عاوتاني خصكم تحسوا بيا حتى انايا باغفوا. المهم العام اللي فات كما شفتوا راه ملي ما مشيتش للمغرب، وانما دوزت الصيف ديالي في الاسبان وفي فرنسا، دونك ما هبطتش للمغرب باش نشوف والديا حيتاش كانوا غادي يجيو لعندي. دونك منين جاو ما بغيتش عاوتاني نبقى نصور، وانما بغيت نسبيندي معاهم مور تايم، فهمتي كواليتي تايم. وداكشي علاش ما صورت والو، وحاولت انني سبيندي معاهم الوقت حيتاش كنت توحشتهم. راكم عارفين الغربه ما كتشوفهمش ديما، ومني كتجي فرصه انك تشوفهم خصك دوز معاهم وقيته زوينه، بعيدا كل البعد على الكاميرا وبعيدا كل البعد على فهمتي السوشيال ميديا ولا اي حاجه. ثاني حاجه كانت طرات ليا في جو بونس في ديسمبر، كانت تلفات ليا الكاميرا، كنت بغيت نصيفطها لزكريا، وكنت باغي نصور لكم بصراحه شي حاجه قبل ما يجيو عندي الوالدين ديالي، مي تلفات ليا الكاميرا. كنت صيفطتها لزكريا كما قلت لكم، وسالى بها البروجي ديالو وبغى يرجعها ليا، واذا بها الدي ها ال تلفاتها. تنهضر معاهم عرفتي طلع لي الدم بصراحه، كصيفط له الماتريال ديالي كامل، المايك، المهم كلشي. وبصراحه وتلفات ملي كنعيط للدي ها ال، الو فين هي الكاميرا كدا، راه داكشي راه غالي تمايا، شفتو مهبل مصيفط لي متلفين لي الماتريال ديالي. تيقول لك خصك تساين كدا، وديجا مع راس العام كتكون عندهم الخدمه بزاف، دونك لي باكيت كيكونوا فهمتي تيتلفوا ليهم بزاف اتسيتيرا. وانا عرفت راك تحقدت عليهم، مي اون فان كونت الحمد لله رجعت لي الكاميرا. ثالث حاجه اللي طرات في هذا الشهر هذا، واللي بصراحه كانت خايبه بصراحه، ماشي خايبه شويه، وهو الوفاه ديال الجده ديالي. للاسف في قبل راس العام توفات لي جداتي. بصراحه لحد الان باقي ما هبطتش للمغرب باش نمشي نزور القبر ديالها ولا، وهذه هي الضريبه ديال الغربه. هادشي علاش ملي كيموت لك شي واحد كتحس بالغربه ديال بصح، حيتاش عرفتي شنو هي شي واحد كيموت لك من العائله، فرد من العائله ديالكم، وانتيا محبوس هنايا ما قادش ترجع. تقول لي علاش ما رجعتيش لك؟ كانوا عندي بزاف ديال الحوايج اللي ما يخليونيش نرجع. دونك بصراحه سبانديو وقت كتر، وقت زوين مع العائله ديالكم ولا مع الناس اللي كتبغيوهم ولا مع صحابكم، حيتاش غادي يجي واحد النهار ما غاديش تلقاوهم، سيرتو مع الوالدين. واخا فهمتي ماشي بالضروره انكم تخرجوا ولا ديروا شي حاجه فهمتي اكسبيرينس. بحال دابا ملي كنت جاي باش انستالي غير الكاميرا، جيت لهذا اللاك هذا، كنشوف بزاف ديال الناس ولا العائلات خارجين، لي كوبل خارجين كيسبانديو وقت معاهم، فهمتي ما غاديش تخسر والو. غادي تجي اللاك تجيب معك فهمتي ماكله من الدار، ولا تجيب فهمتي تشوي ولا شي حاجه. دونك الكواليتي تايم ما بقاتش في شنو خسرتو في هذيك الخرجه ولا فين مشيتو ولا، وانما دوزوا وقت مع بعضياتكم، سيرتو مع الوالدين كما قلت لكم. والحاجه اللي طرات ليا واللي جو بونس غادي تكونوا ديجا شفتوها في انستغرام ولا في الريل ديالي في انستغرام، الا ما كنتوش باقيين ما شفتوهاش، غنكون باقي ما بوستيتش الريل، ندير لكم اكسبوري لكم نتوما في اي بي كوميونيتي. كان طاح ليا البسطام ديالي، كنت مشيت لبرلين باش كنت مشيت دفعت الفيزا ديال اليو اس اي حيت بغيت نمشي نتفرج في الورلد كاب ونصور لكم الكونتنت بيان سير. مي للاسف اول حاجه طرات هي انه البسطام ديالي طاح، وملي كنقول البسطام طاح دونك البسطام راه فيه لاكارت ناسيونال، فيه هاي Vincent, YouTube. Arabe. فوا كوم سو
Ja, aus Palästina. فلسطين ماروكانا. بص كما قلت لكم مشيت دفعت الفيزا ديال اليو اس اي وكان طاح لي البسطام. ومني كنقولوا البسطام باللي راه طاحت لي لاكارت ناسيونال، طاحت لي البيرمي دو ترافاي، طاحت لي لاكارت بونكير. والمشكل ما عرفتش فين طاحت لي، واش طاحت ولا نسيتها. دابا هذا هو المشكل اللي حمقني، حيتاش ما يمكنش اول حاجه ننسى البسطام ديالي في الدار وغادي نسافر بلا بيه. ثاني حاجه شكيت انني طاح ليا في الترين ملي كنت جاي. وثالث حاجه شكيت في انه طاح ليا في واحد القهوه، حيتاش قبل ما نشد الترين مشيت تقهويت وقلت راه واقيلا طاح لي. مي في فان كونط الحمد لله لقيت البسطام ديالي، لقيته في الدار نسيته. ضحكوش عليا هما اللي كان راه هادشي اللي عطا الله. وبالنسبه للفيزا للاسف ريفوزي مالوغوزمون. كنا بغينا نمشيو نديرو لكم كونتنت تما، بغينا نكتشفوا ديك اكتشفوا بلاد جديده، سيرتو بلاد العاشره جو بونس اللي غادي نمشي ليها. كنت بغيتها تكون فهمتي شي حاجه سبيسيال، مي للاسف ما كتبش. السبب علاش تريفيزات اللي غادي نقول لكم نتوما في اي بي كوميونيتي ما قلتوش في الانستغرام، راكم هنا زيرو معنا شويه. السبب علاش ترفطات ليا لاكارت ديالي غادي تسالي ليا من هنا شهر 7 ازو 31 في شهر 7، دونك خصني نجددها عاوتاني. وفي الانترفيو اللي كنت درتو في القنصليه ديال اليو اس اي اللي في برلين قال لي فوقاش بغيتي تمشي، تنقول له انا بغيت نمشي في شهر 7. تيقول لي ولكن انت راه شهر 7 غادي توفى لك سميتو شنو يمكن لك دير، شنو غادي دير. قلت له راه يمكن لي نجددها وكذا. دابا هما ما عارفينش البلان ديال انك راه كالبيرمي الترافاي ديالك اكسيتيرا. مي في الاخر ما تقتنعش، شي صحابو غادي يمشي نحرق ولا شي حاجه ومن حقه بصراحه، حيتاش كما قلت لكم غادي توفى ليا لاكارت في 31 شهر 7 وانا كنقول له باغي نمشي في 15 شهر 7، دونك ماشي لوجيك. ولكن من هذا المنبر بغيت نقول القنصليه ديال الميريكان والله ما باغي نحرقها، باغي نكتشف العالم. انا اصلا هاد لاشين درتها على ودي تسافر ونبارطاجي اللايف ستايل ديالي. وباي ذا واي اللي كيعجبو هاد التو كونتنت مرحبا بكم في هاد لاشين، ومرحبا بالناس الجداد اللي غادي يجيو لهاد لاشين هادي. مارس شهر 3 كان جا رمضان وجات عندي الوالده بوغ لا دوزيام فوا. وبصراحه احسن حاجه طرات في هاد البدايه ديال العام هذا هو انه جات عندي الوالده في رمضان، دوزات معايا رمضان تقريبا نص ديال رمضان. احسن حاجه هي تكون معك الوالده في رمضان وفين في الغربه شي واعره، حيت ما كانش بامكاني نشد كونجي ولا شي حاجه. دونك هي صدقات جات لعندي واحسن حاجه قلت لكم طرات هي هذه بصراحه. الله يسمح لنا من الوالدين. كتجي من الخدمه كتجي عيان، كتلقى الطبله واجده، كتلقى الدار ولا البيت ديالك واجد، كتلقى الشهيوات والله الا عرفتي حلاوه كنقول لكم. واخر حاجه طرات في ابريل هي دوزت الامتحانات ديالي. كما كتعرفوني انا راه ايتيديون لي زيكزام راكم عارفين، داكشي علاش عاوتاني هذا سبب حتى هو علاش غبرت، حيت خصك تبريباري وقرايه شويه صعيبه هنايا، خصك تفوكسي فيها ايتترا. مي الحمد لله نجحت فيها، دونك شي حاجه اللي زوينه. وصلنا لافان ديال الفيديو. مي قبل بغيت نبارطاجي معكم كما قلت لكم الناس اللي غادي يبقاو حتى الاخر، الناس اللي ساكنين في الانرفي ولا بالضبط ساكنين في كولن ولا في النواحي، بغيت نبارطاجي معكم واحد البلان اللي بغيت نديرو معكم، بغيت نديرو مع الكوميونيتي ديالي، اللي هي انه نلعبوا هاد اللعبه هادي بابل ساكر. بيان سور غادي نحتاج تيم، دونك شبان لكم اللي قريب ولا اللي ساكن في الانرفي كونتاكتيني في انستغرام اللي غادي يطلع لكم هنايا. كتب لي بغيت نشارك معك في هاد الاكتيفيتي هادي وانا غادي نعطيك لي ديتاي. تخيلوا معايا غادي نلعب كره ولا بابل سوكر مع الكوميونيتي ديالنا ونصوروا شي فيديو حمق في يوتيوب ولا في انستغرام. المهم اللي عجباتو ليدي يكونتاكتيني وديك الساعه غادي نورغانيزي انا هاد الاكتيفيتي هادي. تشاو.